إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. زينة المرء. العقل زينة من يدبر أمره، والرفق جمله بأجمل تاج، والصمت في الغوغاء خير وسيلة، والبعد عند تلاطم الأمواج. أنا قد أغض الطرف عن أفعالهم لأريح بالي من غوى ولجاج، فالبحر مهما يستبيك هدوءه فلسوف تأتي الريح بالأمواج، ولسوف يلجم من أتاه مكابرا فمه الذي يرغي بملح أجاج. لا تركنن إلى اللئيم هنيهة، وابعد عن المرتاب والعواج. ينجو الكريم إذا يخلص طرفه ما طاله خبث وغيض نعاج. أما الذي علت المخاضة نعله وثيابه ردا فليس بناج، فضع الأمور محاذرا بنصابها، واحفظ عرى الأسرار بالأدراج. من ظن أنسابا سترفع قدره فلقد أتى من نطفة أمشاج، فاخضع لمولاك الذي فرض الهدى في ليلة الإسراء والمعراج، واحفظ بنيك وكن بفعلك قدوة لهم، فدرب الحق خير سياج. شعر محمود يوسف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.